الراجل قال لو الاهلي وافق عن انضمام ساديو ماني للاهلي، انا هخش وهتكفل بكل حاجه وهجيبه لكم 6 شهور او سنه على حسب ما انتم عايزين. خبر عاجل واعلان مفاجئ في نادي الاهلي واخبار مهمه جدا جدا في حلقه النهارده، وحقيقه انتقال ساديو ماني الى الاهلي بشكل رسمي. طبعا في نادي الاهلي راجل اعمال خليجي يستعد لانتقال ساديو ماني الى الاهلي في الانتقالات القادمه في يناير قبل كاس العالم الانديه. ووضح المصدر بانه الصفقه بتاعت ساديو ماني هتكون على 6 شهور فقط، وممكن تكون سنه على حسب التفاوض. والراجل الاعمال يضغط بشده باطمئنان الصفقه مع نادي الاهلي. ربنا يهدي طبعا اداره النادي الاهلي وتوافقوا ويجيبوا لنا ساديو ماني. وقبل ما نتكلم عن صفقه ساديو ماني ونقول لكم كل التفاصيل بالحرف وبكل حاجه، النهارده بس هتكلم في نقطه صغيره جدا 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 طبعا تخص نادي الاهلي والتعثرات اللي عماله تحصل للاهلي، وتعادل لتاني مره في الدوري المصري. طبعا خليتهم يعني انا من بقالي لحد من يومين لحد النهارده انا في دوشه. إيه اصل الزمالك رقم 2 والاهلي رقم 3، اصل ما اعرفش ايه. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ احنا لسه في اول الدوري، احنا لسه بقالنا 3 ماتشات بنلعب يعني تالت اسبوع. انت بتتكلم في ايه؟ انت فارق ما بيني وما بينك، انت فوقي في التاني بنقطه واحده، انت 9 نقط وانا 8 نقط. ما تتكلمش بس انت ما بتصدق تبقى في المنصه او اعلى من الاهلي برقم علشان يعني انت لو ما احتفلتش دلوقتي فعلا انت مش هتحتفل بعد كده. انت كزملكاوي مش هتحتفل بعد كده، فانت ما بتصدق لو هتقعد بس نص ساعه على قمه الدوري. يا ريتك على قمه الدوري كمان، يعني المصري هو اول الدوري، انت رقم 2، يعني انت مش رقم 1. بس انت كل هدفك ان انت اعلى من الاهلي برقم. فعشان كده عامل الدوشه دي كلها على السوشيال ميديا، واعلاميين كبار كمان في نادي الزمالك طالعه بتتكلم في النقطه دي. فانت دي نقطه، يعني دي فرحتك فعلا. انت ما بتصدق ان انت تبقى على اعلى من الاهلي برقم، علشان انا بكرر لكم الكلام عشان الحوار اصلا دوشني. انتوا فاهمين انتوا بتفرحوا في ايه؟ انتوا ولا خدت بطوله ولا خدت اي حاجه خالص. انت فرحان عشان انت اول، عشان انت رقم 2 وانا رقم 3. وكمان طلع تحفل عليا علشان الفيفا اعلنت ان الاهلي هيروح كاس العالم اللي انت ما رحتهوش قبل كده خالص. تصنيف ثالث. الاهلي هيتحط في كاس العالم القادم تصنيف ثالث. الفيفا اعلن بكده يعني، او ودت بيان للنادي الاهلي على كده. فانت طالع تحفل عليا كمان على ان انا مركز ثالث في كاس العالم اللي انت عمرك ما رحته. السنه الوحيده اللي كنت هتروحوا فيها اتلغت. شفت انت فقري قد ايه؟ انا رحته 10 سنين ومش فارق معايا، يعني بقى البطوله زيها زي غيرها. فمش فارق معايا بقى ابقى تصنيف تاني. وبعدين انت بتتكلم في ايه؟ انا تصنيف تالت، يعني ريال مدريد يوفنتوس الاهلي، ريال مدريد اليوفي الاهلي تاني، ريال مدريد اليوفي الاهلي. بعد كده انت لو شفت بقى الانديه اللي بعد كده هتلاقي برشلونه، وهتلاقي ارسنال، وهتلاقي فرق جامده جدا بعدي. انا التالت بس انا بالنسبه لي يعني التالت ده خيال. كاس العالم اللي انت ما رحتوش قبل كده ده نقطه. بس يعني حبيت انهي الحوار ده عشان انا بصراحه يعني مش عاوز اقول لفظ، يعني بيضايقني قوي ردود فعل نادي الزمالك. يعني ما عندهمش روح رياضيه خالص. انت فاهم؟ بس استنى يا عم، خد البطوله بتاع الدوري وبعد كده بحفل براحتي. انت بتحفل وانت عندك 9 نقط وانا عندي 8 نقط ولسه الدوري طويل. ويعني انت لسه اصلا الدوري ده بالنسخه الجديده، اللي مش فاهم الدوري ده بالنسخه الجديده ان من رقم 1 لحد 9 زيهم زي بعض في الدور الاولاني. يعني انا لو بقيت التاسع وانت الاول هنلعب على الدوري من جديد. يعني كلها زي بعضيها، فما تقلقش. انت تحفل عليا لو انا من تحت التاسع عشان انا هلعب على الهبوط. يعني اللي بعد التسعه دوت لحد 16 او 18 هيلعب على الهبوط. فانت تحفل ساعتها بقى. لكن طول ما انا في من اول التسعه الاوائل هنلعب من الدوري من جديد. يعني سيبك، انت اعمل كل حاجه. خليك يا عم، انت رقم 1، انت نمبر 1.
وفي الاخر هروح جاي مديك على عينك وواخد منك الدوري. سهله جدا. المهم اخبار ساديو ماني. الناس اللي بتطلع بقى وتقول ان اي كلام واي هبد والكلام ده، رجال اعمال من الخليج ومن الدوري السعودي، وهي اللي بتاكد ان ساديو ماني بيخلصوا فيه لنادي الاهلي، الاهلي المصري، عشان ما حدش يقول الاهلي السعودي والكلام ده كله. الراجل قال ان مفيش اي مشكله لو الاهلي وافق ان ساديو ماني يجي نادي الاهلي، مفيش اي مشكله اخش له انا في الموضوع. انا مش هقول اسامي يعني، مش هقول، ومش تركي الشيخ يعني، مش المستشار تركي الشيخ عشان ما حدش بس يطلع يقول. الراجل قال لو الاهلي وافق عن انضمام ساديو ماني للاهلي، انا هخش وهتكفل بكل حاجه، وهجيبه لكم 6 شهور او سنه على حسب ما انتم عايزين. وطبعا شال الاهلي او اداره الاهلي من احراج عقد ساديو ماني، وقال ان الراجل ما عندوش اي مشكله ينضم النادي الاهلي 6 شهور او سنه زي ما انتم عايزين عشان يلعب معاكم كاس العالم. ده الكلام اللي احنا قلناه برضو قبل كده على كريستيانو، والناس طلعت برضو يا عم كريستيانو مين يابا كريستيانو. يا عم صدقني انا ما بقولكش اي كلام، انا بقول لك كلام بيتقال على لسان رجال اعمال فعلا عايزه ساديو ماني وكريستيانو رونالدو يجوا نادي الاهلي. والله حرفيا عايزينهم يجوا نادي الاهلي. وهم على فكره اللعيبه مش رافضه، اللعيبه مرحبه جدا جدا. اللعيبه بس مرحبه، مش هقول لك عشان حبا في نادي الاهلي، انا قلتها لك كذا مره. اللعيبه مرحبه علشان هتلعب في كاس العالم، هتلعب في كاس العالم. وحاليا دلوقتي الاهلي محتاج تدعيم، فعشان كده هم موافقين ان هم يروحوا. بس الاهلي مش عاوز ياخد الخطوه دي، الاهلي مش عاوز ياخد الخطوه ديت، خايف يعني. ف فالفتره اللي جايه وارد جدا رجال الاعمال اللي عماله تضغط على الكابتن محمود الخطيب، وارد جدا تلاقي ساديو ماني في نادي الاهلي. لو انت حابب او من محبين ساديو ماني او كريستيانو وانضم النادي الاهلي، اكتب في تعليق، اكتب كل ليك الحريه، اكتب في كل في التعليق رايك في الموضوع دوت، ونشارك بعضينا كده ونرد على بعضينا في التعليقات. ولو مش حابب برضو عادي، ان انت مش عايز ساديو ماني يعني يجي نادي الاهلي، اكتب برضو كل الحريه ليك في موضوع ساديو ماني. انتظرونا النهارده في حلقه بتاعت بالليل ان شاء الله، حلقه مميزه جدا جدا جدا. طالعين نتكلم معاكم بقى في كام صفقه كده. مارسيل كولر هو اللي اجبر لجنه التخطيط ان هي يعني عايز اللاعبين دول 2 لعيبه، عايز اللاعبين دول خلاص يعني شبه 100%. الاهلي هيتعاقد مع ال2 لعيبه دول عشان مارسيل كولر خلاص حط امله على اللاعبين دول في يناير اللي جاي يكونوا اول صفقات نادي الاهلي. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تضغط على اللايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي. لو انت من محبين من نادي الاهلي اضغط يلا على اللايك. وكان معاكم اوحى من تايم الاهلي. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.